السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ألف مليون مبروك للنادي الأهلي العظيم. اليوم كله بسم الله ما شاء الله بطولات. شفنا النادي الأهلي النهاردة بياخد أحسن نادي في الشرق الأوسط في جائزة جلوب سكر، وشفنا كولر كمان بياخد أحسن مدرب في العالم. حاجة تشرف بسم الله ما شاء الله. وكمان عندنا الأهلي النهاردة بيكسب فيوتشر 4-2 في كأس السوبر المصري بالإمارات. حاجه تفرح، حاجه تشرف. النادي الاهلي دايما مفرحنا ومشرفنا. احنا بنشوف احتفال اللعيبه من بعد المباراه، شفنا الكل قال لك ان خلاص فيوتشر مسكت الاهلي الشوط الثاني وهتكسب المباراه. اوعى تامن للنادي الاهلي، غدر النادي الاهلي داخل الملعب بيضيع الدنيا كلها. شفنا المكنه اشتغلت والحمد لله. كلامي على انتوني موديست اللي جاب جول النهارده وصنع جول. الواحد مش عارف يعمل ايه. هتزغرط يا ابني ولا تعمل ايه؟ ابو الجون اللي انت جبته واللي انت صنعته، انت قعدت كده في الاهلي. انت يا ابني جبت بطوله زيك زي برونو سافيو، جيت وجبت بطوله. سبحان الله، ربنا كرمنا. فاحنا بنبارك للنادي الاهلي وبنبارك للجمهور الحبيب العظيم اللي كان مالي الاستاد. شفنا المدرجات عامله ازاي. ما ينفعش يا جماعه اي بطوله يخشها النادي الاهلي ما يكونش عنده اي جمهور. انت لو رحت بلاد الواء هتلاقي فيه جمهور للنادي الاهلي. احنا بنشوف الكبير والصغير بيشجع النادي الاهلي. احنا بنشوف الناس كلها ملفوفه حوالين النادي الاهلي. النادي الاهلي الكل بيعمل له الف حساب والف اعتبار. احنا النهارده لعبنا الشوط الاولاني، جبنا جونين، كهربا وحسين الشحات بسم الله ما شاء الله. بعض المرقعه في الشوط الثاني احنا شفناها، لكن للاسف النادي الاهلي في الخصله دي انا ما اعرفش هي ظهرت الفتره دي. انت كسبان 2-0 ومضيع فرص كتير جدا في الشوط الثاني، تيجي بعد كده فيوتشر تجيب فيك جونين، وكان ممكن ممكن في اي لحظه تخرج بره البطوله. جنش في ضربات الجزاء بسم الله ما شاء الله، في لحظه تطلع بره. وامام عاشور بقى، احتفال امام عاشور ده اللي عجبنا قوي. وشفنا الاحتفال اكرم توفيق مع علي معلول، شفنا كهربا، شفنا موديست اللي فرحان، اللي هيموت من الفرح في حياته ما شافش كده. في اسبوع يا جماعه، في اسبوع واخد ثالث عالم، واخد السوبر المصري بطوله. امام عاشور لما يكون لسه جاي وواخد بطولتين. انت النهارده بتتكلم في ناس بتنزل وتاخد بطولات. امام عاشور بيتكلم، المذيع بيساله على الفرحه وعلى النادي الاهلي، بيقول له انا اول مره في حياتي باخد بطولات مع نادي زي النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله. بس في ناس وكلكم عارفينه، هجاص كبير قوي. هو قصده رضا عبد العال، الهجاص ما كلنا عارفين مين الهجاص، هو رضا عبد العال. كله بيطلع ويتكلم على مين؟ على رضا عبد العال، مفيش غيره. يا ابني ركز في فريقك، ركز في الفرحه. النادي الاهلي ما بيحبش الكلام والمهاترات اللي بتحصل على السوشيال ميديا. ركز، انت لعيب محترم، ربنا يحوش عنك. انا ما اعرفش كم اصابتك عامله ازاي انت وحسين الشحات. النادي الاهلي طالع من اصابات، داخل في اصابات، بيطلع من اصابات، بيخش في المستشفى الاصابات. بس ان شاء الله تكون الاصابات خفيفه. للنادي الاهلي انهك تماما في كاس العالم للانديه ودوري الابطال والدوري المصري والدوري المستحدث. حاجات كتير جدا النادي الاهلي كان مشارك فيها غير كاس النادي الاهلي ليله يا جماعه، ليله يا فندم. النادي الاهلي بص مشرف مصر والكره المصريه كلها. فين بقى عفت نصار وفين اسامه الملط والناس الهجاصه اللي بتطلع تتكلم يقول لك دي بطوله شرفيه، كاس العالم بطوله شرفيه، كاس معرفش. طب السوبر المصري، السوبر المصري ايه برضه شرفيه؟ قول لي يا حيلتها، اتكلم واطلع وقول لي ان دي بطوله شرفيه يا راجل. ده وزير الشباب والرياضه واقف فوق على المنصه هو وجماعه علام، تحس ان هم بص خلاص جاي لهم شياط وزعلانين زعل الدنيا والاخره ان النادي الاهلي بسم الله ما شاء الله الصبح بياخد ميداليات وبياخد القاب، بالليل بياخد ميداليات والقاب. في غيره؟ في غيره؟ هل من منافس؟ هات لي فريق في مصر بيشرف مصر كده. ما انت عندك الطموح النهارده واخد مركز ثالث، الطموح مجروح. ادي الطموح، وادي الطموح اللي احنا خدناه من بيراميدز اللي معمول مكايده في النادي الاهلي. خلي كل واحد يلعب على الجنب اللي يريحه. احنا نتكلم في فريقنا وملناش دعوه بحد، لا بزمالك ولا بيراميدز. النهارده احنا نفرح مع الجمهور ونفرح معاكم كلنا ونقول الف مليون مبروك. وعايزين تهدى شويه يا عم امام عاشور، اهدى وركز، خليك مع فرقتك.
لو كابتن سيد عبد الحفيظ موجود كان حاسبك على الكلام ده، وكنت اتحاسبت حساب عسير جدا. معرفش الكابتن خالد بيبو هل هيحاسبك على الكلام اللي انت قلته مع المذيع على الهجاص ولا لا. احنا ما عندناش حد في الاهلي بيطلع بعد اي بطوله بينتقد اي حد من الصحفيين او الاعلاميين او الرياضيين، فركز في فرقتك. مش عايزين نضيع الفرحه، يعني بسم الله ما شاء الله الواحد شايف قدامه حاجه تفرح. شايفين الجمهور مال المدرجات مش عايز يمشي، يعني لحد دلوقتي لسه قاعدين. والله احنا بنشوف الصور التذكاريه بتاعت اللعيبه. يعني كل النادي الاهلي النهارده بيفرح. النادي الاهلي بيفرحنا يا جماعه. عايزك تفرح من قلبك وشجع من قلبك وسيبك من الغل والحقد اللي انت فيه، والكلام دوت معروف هو رايح لفين. ابعتها له علشان يهدى شويه ويركز، وخليه في صفقاته واشبع بيها. اشبع بصفقاتك، اوعى تامن للنادي الاهلي. النادي الاهلي عنده سكواد بسم الله ما شاء الله. شفت اللعيبه، شفت اللي بينزل بعمل ازاي، شفت كريم فؤاد عامل ازاي، شفت مودست اللي احنا بننتقده كل يوم والتاني، ولا نفس النظام زي الاهلاويه وزي هقول مين ده المجلس نفسه، مجلس اداره النادي الاهلي بتنتقد مودست. ده الجون اللي جابه واللي عمله ده قعدوه كده خلاص. الراجل ده قاعد معانا، يعني الراجل ده مكمل معانا، شكله كده ان شاء الله هيشتغل والمكنه تطلع قماش، ويعرف ان النادي الاهلي نادي عظيم، نادي في حياته عمره ما هيلاقي نادي زي النادي الاهلي بكمل بطولات. هو لعب في انديه كبيره في اوروبا، لكن النادي الاهلي في افريقيا والوطن العربي والشرق الاوسط. طبعا جلوب سكر هي اللي قايلاها، النادي الاكثر شعبيه في الوطن العربي والشرق الاوسط. مش هنطلع بقى ونسمع بقى عفت نصار ولا يطلع الهجاص ولا اسامه حسن ولا كل الناس اللي هي على الاشكال دي بتنتقد في النادي الاهلي. ارجعوا شويه، سيبوكم من الغل والحقد اللي انتوا فيه ده. يا ابني النادي الاهلي دايس عليكم رايح جاي، هيفضل دايس عليكم ومعقدكم ليل ونهار. ليه مش عايز تقتنع او تفكر ان النادي الاهلي نادي كبير؟ يا ابني ركز، ده انت عندك عشه ومعزتين ووزه بتلعب بيهم. انت جاي قصاد القطر وتقف؟ ممكن الاهلي يتعب شويه، يجي شويه، لكن عمره في حياته ما هيكون زيك. وافتكر الكلمتين دول. انا ما بتكلمش عليك، انت عارف نفسك كويس قوي، علشان انا جات لي كام رساله على الفيسبوك من بعض الزملكاويه اللي محسوبين. انا ما اعرفش الغل والحقد ده عامل فيكم ايه بالظبط. سفاله وقله ادب. انا لا بغلط بالاب ولا بالام ولا بشتم حد. كل واحد بيحترم نفسه، والمحترم الناس كلها بتحترمه. لكن تطلع تقل ادبك وتطلع تتكلم كلام سافل وقليل الادب، هتاخد على دماغك ودماغ اللي خلفوك. خليها كده، حطها في دماغك وحطها في وشك، علشان بعد كده لما نمسكوا على المسان مش هنرحمكم. بجد والله احنا عمرنا ما غلطنا في حد ولا في نادي لا بقله ادب. احنا ننتقد نتكلم، لكن انك تطول لسانك او تتكلم وتجرح في كلام ملوش ريحه اللازمه، لا، هتاخد على دماغك ودماغ اللي خلفوك لتاني مره. واركز، وقف في صفك لما دورك يجيلك، علشان لما النادي الاهلي يجي يعلم عليك تعرف ان الله حق. خلينا في موضوعنا ونرجع لفرحه النادي الاهلي. كلنا فرحانين للنادي الاهلي، واوعى تآمن للنادي الاهلي. النادي الاهلي ممكن يلدعك اللدعه في اي وقت، ممكن يحسسك انه خلاص البطوله راحت منه، ممكن يحسسك انه خلاص مفيش امل، لكن ببص بيطلع امل وعمر والسيد وابراهيم واسماعيل بص هي كده. هو النادي الاهلي كده. النادي الاهلي هو النادي الاهلي كده، نادي البطولات، نادي التاريخ. ربنا يحفظه لنا، والحمد لله على نعمه الاسلام اولا، والحمد لله على نعمه النادي الاهلي ثانيا. احنا بنشوف الجمهور بره عامل ازاي، بيتنشأ على بطوله، هيموت، وسنظل اوفياء. احنا بقى على الحلوه وعلى المره معاك. فالف مليون مبروك للنادي الاهلي، الف مليون مبروك للكابتن محمود الخطيب، الف مليون مبروك لكولر والجهاز الفني، الف مليون مبروك للعيبه والجمهور الحبيب. وبتمنى ان شاء الله
باذن الله ربنا يكرمنا فيما هو قادم للنادي الاهلي. ومليون مبروك للكابتن المحترم اللي ربنا يشفيه باذن الله تعالى، الكابتن العامر فاروق، ربنا يقومه بالسلامه لاهله واحبابه. وان شاء الله باذن الله تكون بطوله الخير وفتحه خير للنادي الاهلي، لان فعلا احنا من غير النادي الاهلي ولا شيء. فشكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.